في لندن واصلت هيئة المحلفين في محكمة الجنايات المركزية الاستماع إلى مرافعة الادعاء في قضية الأمير السعودي سعود بن عبد العزيز بن ناصر آل سعود المتهم بقتل مساعده عمدا وإلحاق أذى جسدي جسيم به، وذلك أثناء إقامتهما في أحد فنادق العاصمة البريطانية. تفاصيل جديدة ومثيرة تتكشف يوما بعد آخر في محكمة الجنايات المركزية أولد بيلي في لندن، حيث يحاكم الأمير السعودي سعود بن عبد العزيز بن ناصر آل سعود بتهمتي القتل العمد وإلحاق أذى جسدي جسيم بمساعده أو خادمه كما يقول الادعاء بندر عبد العزيز، وهو سعودي الجنسية أيضا. فندق لاند مارك الفاخر بوسط لندن كان مسرحا للجريمة التي وقعت في 15 من فبراير شباط الماضي، وكان أيضا محور هذه التفاصيل. فقد استمعت هيئة المحلفين إلى بعض شهود الإثبات، ومن بينهم حامل حقائب في الفندق كان يتردد على جناح الأمير. قال الشاهد إن الأمير والمجني عليه كانت تجمعهما علاقة جنسية. أما الشاهد الثاني فكان أحد بائعي الهوى الذي قال للمحكمة إنه زار الأمير في جناحه في الفندق في فبراير شباط الماضي. لا يحاكم الأمير بسبب ميوله الجنسية، فهذه حرية تكفلها القوانين في بريطانيا، ولكنها كانت خيطا هاما كشف ملابسات مثيرة في القضية. الأمير ينكر تماما أنه يقيم علاقات جنسية مع الرجال. يرد الادعاء أن في حوزته أدلة ثبوتية عثرت عليها الشرطة في جناحه بالفندق تؤكد هذه الأدلة أنه كان مثليا، ومن بينها كمبيوتر شخصي تحتوي ذاكرته على مواقع للمثليين جنسيا من الرجال، دليل سفر للمثليين، وهو يوضح الأماكن التي يتردد عليها المثليون حول العالم. هذا بالإضافة إلى هاتف محمول به صور لبندر القتيل تظهره وهو شبه عار. يقول الادعاء إن الإصابات البالغة المثبتة على جثة القتيل بندر تشير إلى أن الأمير كانت له ميول عنيفة، وهو ما أظهرته صور الدائرة المغلقة في مصعد فندق لاند مارك، وأن المتهم كان يجنح إلى استخدام العنف الشديد والضرب المبرح أثناء ممارسته الجنس مع المجني عليه. انتهت جلسة أخرى من المحاكمة. عائلة المتهم تنتظر جلسات عدة في مقبل الأيام، ربما تحمل مزيدا من المفاجآت. أحمد ماهر، BBC.